اجمل متابعين في الدنيا هنعمل مع بعض الصنف القمر الحلو الجميل دوت اللي هو الرز الابيض المفلفل بالطعامه والجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. تابعي الفيديو معايا للنهاية علشان تعرفي ايه هي التكات المهمة اللي احنا بننتبه عليها علشان يطلع الرز بتاعي مفلفل، وما يطلعش معايا معجن ويطلع بالجمال والطعامة اللي انت شايفاها دي. تابعي الفيديو للنهاية. اتمنى ليكي طيب المتابعة. ما تنسيش تدعميني باللايك وتشتركي في قناتي لو انت مش مشتركة، وتعليقاتك الجميلة الحلوة اكيد بتدعم القناة وبستفاد منها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعض صنف بسيط جدا، كلنا بنستعمله على المائدة في وجبات الغداء أو العشاء. وطبعا هو صنف بسيط خالص، ولكن هو عايز بس حرص وعايز انتباه وانت بتعمليه. الرز المفلفل. الرز ده هنعمله ازاي؟ اللي هو الرز مفلفل الابيض، مش اللي هو متحمر حبه وحبه، او اللي هو مثلا بشعريه، او الرز البني او الحاجات دي كلها. الرز الابيض المفلفل بيحتاج منك اول حاجه علشان ينجح معاكي. انا مش هحتاج اولا حاجات كتير ولا حاجه، كل اللي بتحتاجيه معلقه سمنه سايحه او زبده مع معلقتين من الزيت. الزيت مهم جدا ليه؟ لانه هيساعد على التحمير الجيد للرز، ومش انه يديله لون، لا، ان هو يغلف حبات الرز بتاعتي وبالتالي تبقى مفرفره عن بعضها كده او متفككه عن بعضها. تمام. ضيف على كده بقى، احنا دلوقتي هنجهز الاناء بتاعنا في معلقه من السمنه او الزبده اللي متوفر عندك، ومعلقتين من الزيت. وانا عندي هنا حوالي كوبايه وربع من الرز. طبعا برضو بالتكه التانيه، يبقى احنا عرفنا تكه الزيت دلوقتي ليه. التكه التانيه ان احنا بنجيب الرز بتاعنا بيكون نظيف طبعا، بنغسله كويس قوي ونشطفه عده مرات، وبنحطه زي في مصفى كده او حاجه ينزل كل ميته لما يبقى ناشف زي ما انت شايفه كده. بص الجمال اهو، ما فيهوش اي نقطه ميه. ليه؟ لان غسلته ونشرته في مصفى. لما صفى كل الميه اللي موجوده فيه، ما بقاش فيه اي ميه خالص، ناشف بالشكل ده. وده ليه؟ عشان يساعد على انه ما يتعجنش مني. هحتاج ميه او شوربه او مرقه اللي موجود عندك، واحتاج الملح، وبحتاج سنه فلفل اسود حابه تحطيها مفيش اي مشكله خالص. عايزه تلغيها من الصنف مفيش برضو مشكله. هنقوم نعمله مع بعض دلوقتي. واتمنى ان كنتي لسه بتتابعيني لحد دلوقتي ما تنسيش تدعميني باللايك وتشتركي في قناتي. وبتمنى ليكم طبعا طيب المتابعه. خليكي معايا. بصي يا قمر، يا قمره يا عسلية معايا، بعد ما السمن مع الزيت بدأ يسخن بالشكل اللي انت شايفاه دوت، هبدأ هنا ايه؟ انزل الرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الطعم والجمال اهو، ناشف خالص، ما فيهوش اي نقطه ميه واحده. تمام. بعد كده هبدأ ايه؟ اقلب الرز دوت، وما تشيليش ايدك منه، هتنك تقلبيه كده لحد ما تغلفي. الهدف من التقليب الكويس ايه بقى؟ ان انت بتغلفي كل حبات الرز بتاعك، بتغلفيها بالمادة الدهنية. ودي برضو من التركات او الحاجات اللي بتخلي الرز يطلع مفلفل معاكي مش معجن. تمام. اهو، احنا يا جماعة ما بنعملش رز محمر، لا، احنا بنعمل رز ابيض مفلفل. طيب اهو، بتستنك بقى ايه؟ تقلبي فيه كده. احنا مش عايزين نديله لون خالص، وكل الهدف ان انا بس اغلف كل حبات الرز. مش راضيه اقفل معاك اهوت عشان اوصلك للمرحله الصحيحه. عايزين نغلف كل حبات الرز بالماده الدهنيه زي ما انت شايفه كده. مش عارفه الكاميرا مبيناها ليك ولا لا، اهو زي ما انت شايفه بالجمال ده كده اهو. هنا انا وصلت ان كل حبه من حبات الرز اتغلفت كويس قوي بالماده الدهنيه. لمده بس 3 4 دقائق هتني اقلب فيه او اشوح فيه كده من غير ما ياخد لون معايا. ورجعنا تاني يا قمر انت وهي مع بعض علشان نشوف الرز الجميل القمر الحلو ده بتاعنا. طبعا هنا انا ما حمرتوش خالص، انا كل الموضوع ان انا بس قعدت اشوحه كده على النار لمده 5 دقايق بالكتير. ما ياخدش لون معايا ابدا، بس يتغلف كويس قوي، وكل حبه من حبات الرز تبقى مغلفه بالماده الدهنيه. بعد كده هو بجيب الملح بتاعي. وانا بالنسبه لي حابه احط بقى ايه؟ حاجه بسيطه خالص، فلفل اسود. انت حابه تستغنى عنه مفيش مشكله، بس انا بحس الفلفل الاسود اي نعم بيديله لون غامق سنه، بس انا بحس ان هو بيديله طعم حلو قوي. خلاص اهو زي ما انت شفتي كده، سن على طرف المعلقه، ممكن تستغني عنها. حد يقول لي مش هو رز ابيض ليه بنحط فلفل اسود؟ انا حابه احس طعم الفلفل فيه.
انت ممكن تستغني عن الفلفل فيه، وانا حطيت شعره يا دوبك من الفلفل الاسود. وبقلب هنا الكلام ده كله كويس قوي. وبعد كده هنزل بايه؟ بالشوربه او المرقه او الميه اللي موجود عندك. يعني ما تأزميش الدنيا. بالنسبه لي انا هحط ميه عاديه خالص اهوت. بسم الله. وبرد على فكره. طيب هحط ميه قد ايه؟ بصي يا قمر، كوبايه الرز المصري، كوبايه الرز المصري. في الاول طبعا النار بتكون عاليه في البدايه كده، بس قبل ما انسى النار لازم تكون عاليه. كوبايه الرز المصري ليها كوبايه وربع من الميه، او كوبايه وحاجه بسيطه كده، تمام. اما الرز اللي هو الصنويط او الرز اللي هو الرشيدي الحبه الطويله دي بالضعف على طول. كوبايه الرز لا كوبايتين ميه، ده ليه كوبايه وربع مثلا ميه كده. خلاص. انا عشان ده كان حوالي كوبايه وربع من الرز، حطيت حوالي كوبايه وحوالي نص كوبايه كمان، يعني كوبايه ونص. طيب هنا بقى ايه هو المفروض ان انت بالتنك تحركي فيه لحد ما يبدا يغلي. الميه دي تبدا تغلي معاكي، تمام. وهتبداي تهدي عليه النار خالص. اهو انا مش هقفل معاكي عشان عايزه اوصلك انه يوصل معاكي تمام ومظبوط تمام. اهوت. زي ما انت شايفه معايا كده، بدأ هنا ايه يغلي عند الرز اهوت ويتشرب بالميه بتاعته او بالشوربه بتاعته. هبدأ هنا بقى ايه، استنى لما يبدأ يتشرب الميه اللي فوق دي كلها او الشوربه اللي فوق دي، تمام. وبعد كده هدي عليه النار خالص زي الشمعة. بصي لحد ما الميه دي تبدأ تختفي، وابدأ بعد كده ايه اهدي النار عليه خالص زي الشمعة. بصي معايا يا قمر، وهنا بدأ الرز يتشرب ميته زي ما انت شايفه كده. هبدأ هنا ايه اهدي النار خالص. شوفي هخلي النار عامله ازاي، خليكي معايا. بصي الجمال. لا على بصي كأنه بالنسبه لك زي الشمعة كده اهوت. شفتي اهوت. وسيبيه بقى يستوي براحته خالص على نار هاديه كده، وهتاخدي او تاكلي احلى رز مفلفل في الدنيا. تابعي معايا برضو للنهايه. وهنا في النهايه بعد ما استوى الرز بتاعي بدات احطه زي ما انت شايفه كده في القالب بتاعي، وبدات اقلبه وشكلته او جملته بالشكل اللي انت حباه او اللي انت عايزاه. انا عايزه هنا اجيب معاكي طبق وابدا اوريكي قد ايه الرز ده هو مفلفل، وقد ايه هو مستوي حلو قوي. خلينا نجيب طبق تاني. طيب هنا انا عايزه اخد شويه منه كده، تمام اهوت، واحطها في طبق. وهوريكي دلوقتي قد ايه الرز ده بتاعنا ده مفلفل قد ايه وطالع مش معجن ولا اي حاجه. طيب خليكي معايا. بسم الله. بصي الجمال والطعامه. بصي طعامه الرز، بصي مفلفل قد ايه، بصي الجمال. بصي الرز مفلفل ازاي اهوت. شوفي شوفي اهو. اهو حبايه من حبايه هي زي ما انت شايفه كده، مستوي وفي نفس الوقت مش معجن طبعا. حبايه من حبايه بالشكل والطعامه اللي انت شايفاها دي. اتمنى طبعا ليكم كل الصحة والعافية. وما تنسيش تدعميني باللايك وتشتركي في قناتي، واعملي الصنف دوت بالطريقة دي، سهلة جدا وبسيطة ولذيذة. وهو صحي كمان عن الانواع الرز اللي احنا بنحمرها او اللي احنا بنعملها بنية، او اللي بندخل فيها بصل ومتحمر الى اخره. الحاجات دي كلها بتبقى حامية جدا على المعدة. اما الرز الابيض المفلفل انصحك بيه، لانه من طرق الطهي الصحيحة انك تعمليه بطريقة بسيطة وخفيفة على المعدة وعلى القلب. طبعا هنا تزيين الرز، انت حابه تحطي عليه الكلام ده حطي، مش حابه براحتك. يعني هو دي ترجع بس للناحيه الجماليه او الفنيه بالنسبه ليكي يعني. اتمنى ليكم طيب المتابعه. واتمنى ليكم كل الصحه والسعاده، ودايما في خير وهنا يا رب. ما تنسوش تدعموني باللايك، وتدعوا لأمواتنا في دعواتكم. استودعتكم الله. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.